إيه؟ تقويمكم لها، ما أدري كنتم متابعين لها يعني. لا والله. جمعت عيون البصائر له، كان يكتب، كان يصدر البصائر. تمام. ففي عيون البصائر له، فصورت مقالاته. جميل. فله كلام كأنه يتكلم عما يحصل في الخلاف بين إخواننا الآن. الله. كأنه حي يعني بين ظهرانيهم ويتكلم. رحمه الله. يعني عندك مكتوب؟ عندي شيء يعني، هو لفتات رائعة في أثناء الكتاب. ما شاء الله. والرجل أسلوبه يعني الأدبي، يعني أنا أقرأ تذكرت شيخ أبو مالك، أسلوبه ما شاء الله يعني شاء الله. عالي جدا. أي نعم. وكان خطيبا وفصيحا. كان يخطب بمثل ما يكتب. هذا هو، كان فصيحا وخطيبا. عليكم السلام. وقع في قلب التقاط يعني درر من كلامه، يكون يعني له كلام في يعني الدعوة السلفية رائع جدا. كويس والله، جميل. أي نعم. هذا إذا مش يفيد. شو الكلام اللي أشرت إليه بالنسبة؟ يتكلم مثلا عن موضوع السياسة والانشغال بها. أيه. يتكلم في أكثر من موطن، لكن الآن يعني لعله هذا الموطن في ضعف، في موطن آخر أقوى منه. يقول إننا لو جمعنا، نتكلم عن علماء المشغولين في السياسة ومشغول الأمة في السياسة، إننا لو جمعنا كل آرائكم في السياسة وفرضنا تحقيقها لما أفادت الأمة شيئا، وهي بهذه الحالة من التربية. فكيف وأنتم متباينون؟ وكيف وأنتم مع الخلاف يكفر بعضكم بعضا الله أكبر. ويلعن بعضكم بعضا؟ إن وراء السياسة شيئا اسمه الكياسة، وهي خلق ضروري للسياسي، وإن السياسي الذي يحترم نفسه يحترم غيره مهما خالفه في الرأي، ومهما كان الخلاف جوهريا، فإذا لزم النقد فلا يكون الباعث عليه الحقد، وليكن موجها إلى الآراء بالتمحيص لا إلى الأشخاص بالتنقيص. ما شاء الله. إننا لا نتصور كيف يخدم السياسي أمته بتقطيع أوصالها وشتم رجالها وتسفيه كل رأي إلا رأيه، ولا نتصور أن ما تخدم به الأمة هذه الدروس العالية في أساليب السب التي يلقنها بعض الأحزاب لطائفة من شباب الأمة في معاهد المقاهي والأزقة. إن تضرية الشبان على الشتم والسباب جريمة لا تغتفر. يتكلم كلام كثير ثم يقول: نخشى ذلك ونخشى أكثر منه على هذه الطائفة المقبلة على العلم المنكبة على تحصيله، هذه الطلائع التي هي آمال الأمة ومناط رجائها، ما شاء الله. والتي لا تتحقق رجاء الأمة إلا إذا انقطعت إلى العلم وتخصصت في فروعه، ثم زحفت إلى ميادين العمل مستكمل الأدوات تامة التسلح، تتولى القيادة بإرشاد العلم وتحسن الإدارة بنظام العلم، فتثأر لأمتها من الجهل بالمعرفة، ومن الفقر بالغنى، ومن الضعف بالقوة، ومن العبودية بالتحرير، وتكتسح من ميدان الدين بقايا الدجالين، ومن ميدان السياسة والنيابة بقايا السماسرة والمتجرين، ومن أفق الرياسة بقايا المشعوذين والأميين. هذه الطائفة الطاهرة، الطائفة بمناسك العلم، قد ألهبتم في أطرافها الحريقة بسوء تصرفكم، فبدأت تنصرف من رحاب العلم إلى أفنية المقاهي، ومن إجماع العلم إلى خلاف الحزبية. هذه مشكلة. إن من طلاب العلم هؤلاء من يدرس الدين، وإن الدين لا يجيز لدارسه أن يفتي في أحكامه إلا بعد استحكام الملكة واستجماع الأدلة، حذرا من تحليل محرم أو محرم، وإن منهم الدارس للطب. وكلام شيخنا عجيب جدا في مواطن أخرى ما شاء الله. أقوى بكثير من هذا موقع لي. الناس هي الناس يا شيخ، والمشاكل هي المشاكل. هي مشاكل. سبحان الله. المحرش واحد. طيب يا خالد، هذا الموطن وجدت؟ نعم.